يا صباح الخير، يا صباح الهنا، وحشتوني وحشتوني كمان مرة وحشتوني. النهاردة كده جايلكم بيوم جميل قوي وفطار وغدا خفاف وحلوين قوي، واسهل من كده مفيش بجد، يعني اسهل كده من كده مفيش. وهندخل بقى بنعمل ايه. هنا جبنا لبن وهنحطه كده عشان يسخن، عشان اعمل لكم فطار خفيف قوي وجميل قوي. انا بحبه. بنحبه بس مش بنعمله كل يوم، احنا بنحب ايه نخليه كده ايه كل فترة عشان يبقى وحشنا. آه، هنعمل النهاردة فتة حليب. الفتة الحليب دي حاجة كده قديمة، لو متعرفهاش. بالرقاق، كنا بنعملها بالرقاق، ولما يكون متوفر اللي هو المرحرح او البتاو، في ناس بتقول عليه بتاو. بنعمله، بتبقى جميلة قوي وخفيفة وحلوة قوي قوي يعني. آه، كانت امي الله يرحمها كانت بتحب تعمل لنا على طول منه، كنت بحبه قوي. طبعا هنا حطينا اللبن يسخن، وهننزل عليه اللي هو ده المرحرح يا بنات. هو ده المرحرح، طبعا ده يفرق عن الرقاق، ده عليه حلبة وبيبقى حجمه كبير عن عن الرقاق، وطعمته احلى بكتير من الرقاق. هنا نكسره بالطريقة دي وهنحطه في طبق عشان ننزل عليه باللبن. وما تنسوش تفتكروني كده وتعملوا لي لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وكومنت حلو كده عشان انا بقرأ الكومنتات بتاعتكم كلها والله، وبتعجبني قوي، وربنا يخليكم ليا، وجزاكم الله كل خير على الكلام القمر اللي بتقوله لي ده. وان شاء الله بإذن الله فيه لسه فيديوهات وفيه روتينات وفيه حاجات حلوة قوي بإذن الله، لسه مطلعتهاش، ان شاء الله اطلعها كده وتعجبكم. بس لازم اللايك والاشتراك في القناة لو ما اشتركتيش، وكومنت حلو يا قمر. ولو اول مرة تشوفيني، انا اسمي عائشة ودي قناتي وصفة وتحدي مع ايوش. شجعيني كده واعملي لي لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وفعلوا الجرس عشان في ناس مش مفعلة الجرس. تسألني الفيديو بتاعي، لازم تفعلي الجرس عشان الفيديو يوصلك. اتأكدي كده ان انت مفعلة الجرس عشان الفيديو يوصلك. وبس كده. اللبن بقى لما سخن، هننزل عليه بقى هننزل على المرحرح او الرقاق او البتاو، براحتك، عايزه تقولي عليه اي حاجه براحتك، بس فطار عظمه عظمه يعني. طبعا بعد ما فطرنا عملت روتين البيت العادي بقى. كنست عملت، بس صورت لكمش، سامحوني، ان شاء الله الفيديوهات الجايه باذن الله اصور لكم. كان عندي شويه اطباق كده خفيفه غسلتها. ولما جه بقت ميعاد الغدا، آه، جينا بقى ايه، قلت هعمل غدا ايه، كنت مش عارفة لسه، ما قررتش غدا ايه، فاكتشفت انه فيه ضيف جايلنا يعني. فقلت مفيش غير الوصفة القمر دي، لازم تجربوها ان شاء الله. وصفة المسحب. المسحب يعني ايه يا عائشة؟ المسحب ده وصفة جميلة قوي وحاجة حلوة قوي. ده اسمه الدجاج بالخضار، او الفراخ بالخضار، او الفروج بالخضار، على حسب كل واحد بيقول عليها ايه. بس هي اسمها المسحب، الوصفة الأصلية جبتها لكم، ان شاء الله لازم تجربوها. هنا طبعا حطينا في بولة كده فيها كوبايتين مية دافية، لازم تكون المية دافية، وعليها 3 معالق صلصة، وعليها عصرة ليمونة كاملة، وعليها فنجان صغير كده من الزيت، وعليها التوابل، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل أسمر، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة شطة، أو الشطة على حسب، تقدري تعمليها نص، بس لما بتبقى فيها سبايسي كده وحرقان بسيط تبقى حلوة. والملح معلقة صغيرة أو على حسب برضو، ومعلقة كبيرة توم مهروس، وتقلبيهم كويس قوي في المية دي، المية الدافية. وهتنزلي بقى بإيه بالفراخ معاكي، 4 أوراق فراخ كده، تديها فتحات بسيطة، بس خدي بالك ما تبهدليش الفرخة يعني، فتحات بسيطة كده، وتنزلي ايه بالتتبيلة دي. بجد الوصفة دي يا جماعة جميلة قوي، اول مرة اجربها معاكم، واول مرة اجربها لضيف جايلنا مجازفة، ان انا مش عارفة هي هتطلع حلوة ولا وحشة، بس الحمد لله يعني بكرم ربنا كده طلعت الحمد لله تحفة، والضيف شكر فيها قوي قوي يعني. بجد اتبسطت قوي انها عجبته، عشان كنت خايفة انها اول مرة اجربها، خايفة ما تطلعش حلوة،
فانا قلت اصورها برضو وحبيت بقى ايه اشاركها معاكم. المهم تسيبي بقى التتبيله بعد ما حطيتيها كده الفراخ في التتبيله، تسيبيها كده لمده نص ساعه. وهنا بقى لما سيبناها نص ساعه ورجعنا هنحط بقى ايه في صينيه، معاكي صينيه كده حلوه تكون واسعه عشان تشيل الخضار وتشيل الفراخ. ومعانا الخضار جزر وفلفل وقرن فلفل حامي، قرن واحد والبطاطس. طبعا كمية الخضار دي على قد الفراخ، طبعا انت عايزة تقللي عايزة تكتري براحتك خالص. بس هي الوصفة كده بالخضار ده ما فيهاش ولا بصل ولا بتنجال ولا اي حاجة تانية خالص، مش زي صينية البطاطس اللي احنا متعودين عليها وطماطم بقى ومش عارفة ايه. لا، هي وصفة خفيفة قوي وجميلة قوي واسهل من كده والله ما فيش. بجد ان شاء الله لازم تجربيها. هننزل بقى بالفراخ بعد ما حطينا الخضار، هننزل بالاوراق كده ونحطها على الخضار. والمفاجأة كمان هننزل بالتتبيلة على الفراخ. طب ازاي؟ مش عارفة ايه، والله هي الوصفة الأصلية كده. وبجد انا كنت بتاع الخلطة دي انا ما جربتهاش قبل كده. سوري، الوصفة الفراخ دي انا ما جربتهاش قبل كده، واول مرة اجربها معاكم والله طلعت تحفة، بجد تحفة يعني. وسيبناها بقى على نار عالية كده لحد لما تغلي. والجنب تاني قلنا هنعمل رز ابيض، قلت هعمل جنب الاكل ده رز ابيض. نزلت بمعلقتين كبار زيت ومعلقة كده سمنة، وهننزل بالرز بعد ما غسلناه ونقعناه ونشوحه تشويحة حلوة قوي. انا الرز لازم لما اعمله لازم اشوحه تشويحة حلوة عشان يطلع مفلفل وحلو، يعني ما يبقاش معجن، تبقى كل واحدة مخصمة اختها. آه، وكده ننزل بكمون، معلقة كمون صغيرة وملح، ولو في مكعب ماجي انزلي برضو بتدي طعمة حلوة. وطبعا بنبقى مسخنين مية عشان لازم الرز يكون عليه مية سخنة، ما ينفعش مية باردة. وبس كده تبقى تقلبي بقى كويس قوي. بجد ان شاء الله لازم تجربي الغدا ده او الوصفة دي تحفة جميلة جدا. يا ريت لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش كده تعملي لايك واشتراك في القناة لو مشتركتيش، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله تستفادي كده حتى لو بمعلومة صغيرة من فيديوهاتنا او اي حاجة بسيطة. فيديوهاتنا على قد الايد كده وحاجاتها بسيطة قوي وروتينات بسيطة قوي، مش هتخسري حاجة لما تدخلي كده وتشوفي الفيديوهات بتاعتنا. ان شاء الله باذن الله انا متاكده ان الفيديوهات بتاعتنا هتعجبك. ولازم تاخدي لك جوله كده ولفه حلوه في القناه عشان تعملي اللايك والاشتراك في القناه. وباذن الله قناتنا تكبر بيكم يا رب يا احلى جمهوريه. وهنقدم الأكل بطريقة عشان المطاعم مشيت مطعم قبل كده من فترة وعجبني طريقة التقديم كده. في طبق واحد بيحط لك الفرخة أو الفراخ يعني كده، ويحط لك لو فيه خضار جنبها، لو فيه صوصات تومية طحينة مخلل أي حاجة بتبقى في طبق واحد. وده في مطعم كمان بيحط رز مع نفس الطبق يعني. هو مش كسل ولا حاجة، بس أنا واحدة من الناس عجبتني الطريقة دي فحبيت اعمل اقدم بكده يعني. غيرت يعني حبيت اغير. كنت مثلا احط الخضار في طبق والمش عارفه ايه في طبق وده في طبق، فحبيت ايه اغير احط كل واحد كده طبق وفيه كل حاجه. هي مش كل حاجه، يدوب بس اللحمه او الفراخ في طبق وجنبها الخضار بطريقه جديده يعني. احنا طبعا ستات بيوت شاطرين، لازم نبتكر ولازم نفكر ونجدد من مطبخنا ونجدد من اكلنا ونجدد من تقديم الاكل. طبعا العين بتاكل قبل البق، فنعمل اي حاجة جديدة يعني مش الحاجات التقليدية، عشان بتبقى برضو حاجة بتبقى مملة لما نعمل حاجات تقليدية. وبس كده حبيت بس افيدكم بمعلومة بسيطة كده وكده بس. لما الاكل بتاعنا خلص يا رب يعجبكم، كان والله تحفة. عملنا سلطة خضراء جنب الاكل وطحينة ومخلل وبس كده. طبعا معرفتش اصور لكم تصوير حلو عشان طبعا هأخر على الضيف قوي وكانوا مستنظرين يعني وكده فما ينفعش. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص. ولو وصلت معايا لحد هنا يا رب الفيديو يكون عجبك، وما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة لو ما اشتركتيش، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشجعوني كده بكومنت حلو. وبس كده وهنا اقول لكم سلام.